بعد ما شيرين خرجت من المصحة على بيت حسام حبيب، اتفقوا على الجواز أول الأسبوع تكون أخدت نفسها. لكنها اتفاجئت الخميس بالليل حسام داخل عليها بالمأذون وبيقول لها مش هقدر استنى أكتر من كده، لازم نتجوز النهاردة قبل بكرة. ولأن كلنا عارفين إن الكيف بيذل، فشيرين ردت أوامرك يا سي حسام. وظهرت شيرين في صور كتب الكتاب مرهقة ومدروخة، لأنها مضروبة علقة أو مغصوبة أو لأنها لسه في فترة النقاهة. وحسام على الناحية التانية طاير من الفرحة والضحكة من هنا لهنا، وده فتح الباب للتأويلات. شوية قالوا ده سحر لها، وناس قالت دي مغصوبة على الجوازة، ده غير اللي قالوا ماسك عليها ذلة. لكن شيرين نفت كل ده بلسانها في مكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت حقك عليا يا حسام، في كل اللي حصل أنا كنت غلطانة وما حافظتش على البيت. حسام يا أستاذ عمرو راجل شهم ومتربي وأخلاق، وابن ناس طيبين قوي، وهو يا حبة عين اتعرض لظلم كتير من ناس ما تعرفش